تعالوا يمي هنا تقربوا رجاء. طيب عنده شاي وياكم رحم الله والديكم. الله يعطيكم العافيه. احنا مثل ما يقولون امام قضاء الله وقدره لا نقول الا انا لله وانا اليه راجعون. الله يوفقكم وجزاكم الله الف خير ومواساتكم ووقفتكم ويانا. المرحوم اخوي ابو محمد هادي هذا رحيم مال الحجه عجه. انتم بعد تعرفون ابو محمد وتعزونه ان شاء الله والله يرحمه برحمته. اهم نقطه انا قبل 4 ايام هذا الحديث بفاتحتنا الاولى مالت عمي الله يرحمه ايضا اكدت عليه. واليوم انا اشكركم شكر جزيل وانا ممنون وعلى راسي اخليكم. ايضا ماكو رمي نهائيا ماكو. وهاي نعمه انا اعتبرها. قدرتونا واحترمتونا واحترمتوا عشاير محافظتنا وسادتهم. وبعد يعني يعجز الكلام حقيقه تتوقف لغه الكلام بهذا الموضوع. ما اقدر شيء اعبر اقول ما ادري. جزاك الله خير جزاك الله خير. فيا اخوتي الف نعم الله عليكم. جزاك الله خير. تشييعنا كذلك نفس الشيء بدون رمي والامور كلها اعتياديه. وراحه النجف ايضا ناكد عليها لانه مخاطر الطريق. احنا الكلام ما نريد نعيده مره ثانيه. كلامنا اللي حكيناه بالبدايه راح نطبقه ان شاء الله بحذافيره 100%. جزاك الله خير. وهذا بتعاونكم وجهودكم. جزاك الله خير. وانا اشكر مشاعركم جزاكم الله خير. وتاثركم جزاك الله خير. ومواساتكم لنا حقيقه يعني قلبا ولسانا يشهد الله. وهذا انا ما اقول الا الله جزاكم على ابو عبد الله ان شاء الله. الله يعطيك الصبر والله يوفقكم جميعا. واحنا فاتحتنا تشييعنا الساعه 8 وفاتحتنا تشرفونا يعني باي وقت تجون نخليكم على رؤوسنا. زين بس موضوع الرمي تعاونتوا ويانا وجزاكم الله الف خير. احترمتونا واحترمتوا المجتمع واحترمتوا الناس واحترمتوا كلام المرجعيه اللي هو اهم شيء. هذا ابو الرحمن. زين ومشكورين ونعم الله عليكم ورحم الله وادي من يقرا سوره الفاتحه.